قصبة المخزن هي واحدة من المعالم التاريخية التي طالها الإهمال والنسيان، واحدة من المواقع التاريخية التي لم تنل نصيبها من الاهتمام والترميم ورد الاعتبار لهذا التراث الحضاري الذي لم يبق فيه سوى بعض الأبراج الآيلة هي الأخرى للسقوط. العامل البشري حتى هو دابا لو كان ان الانسان باقي عايش ربما هنا راه تقدر هاد الدنيا تكون كامله تكون باقا صحيحه، ولكن مادام ان السكان رحلوا للقصبه الجديده دابا اللي متواجده دابا يعني كتسمى دابا قصبه المخزن كبير، ولكن هي دابا قصبه جديده. هذه هي القصبه القديمه، هذا هو الدوار القديم ديال القصبه القديمه. وديك الجهه اللي غادي نشوفوا ان شاء الله هي البلاصه اللي كتسمى يعني القصبه المركز، يعني بحال قلتي البلاصه فين كاينه الاسره الحاكمه فين كتحكم فين حاكمه على هذه المناطق كامله اللي دابا الصور ديالها تقريبا راه الحد ديالها هو كبير، كاع الخصبات ديال واد الدرعا كلهم كتلقاهم كلهم محاطين بالاسوار، وكاملين كتلقى يعني كتلقى القصبه وحايطين بها يعني دوك السكان ديالها، الناس اللي كيخدموا معاهم، الناس اللي كيعيشوا معاهم. هذا هو ولكن رغم ذلك هادشي خاصو الاهتمام ضروري، هادشي كيحتاج تنمية، لأن هذا هو التراث، هذه هي الذاكرة خاصنا نهتمو بها. حتى الكتب التاريخية لم تنصف هذه القصبة شانها شان باقي القصبات في وادي درعة، وهذا راجع لقة المراجع التاريخية للزمن الذي كانت فيه جل قصبات وادي درعة رسمت تاريخا حافلا بالإحداث في التاريخ المغربي، اللهم ما كانت تخبرنا عنه بعض كتب الرحلات الناصرية لسيدي محمد بن ناصر، وبعض الكتب الأخرى المحسوبة على رؤوس الأصابع ككتاب طليعة الدعة في تاريخ وادي درعة لمحمد المكي بن موسى الناصري، والكتاب المشهور والشامل لتاريخ درعة التاريخ الاجتماعي لدرعة لصاحبه أحمد البوزيدي.